السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل حلاوة المولد بطريقة سهلة جدا. بعد الفيديو ده إن شاء الله هتبطلي تشتريها بالأسعار الفلكية اللي بنسمعها دي. هنعمل النهاردة الفولية بطريقة سهلة جدا. كوباية سكر، هنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هنعملها بالكوباية من غير ميزان بطريقة سهلة جدا. لو انت مبتدئة في أعمال الحلويات إن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة. اوعدك بعد الفيديو ده هتبطلي تشتريها وتعمليها انتي حاجه انت عاملاها ضامنه جودتها وكمان ضامنه نظافتها. يلا بينا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. لكن قبل ما نبدا وكالعاده حابه افكركم انزلوا تحت الفيديو لو لسه ما اشتركتوش، اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس على الكل، وكمان حطوا لايك للفيديو لو عجبتكم الوصفه. ويلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا على طول في الوصفه. اول حاجه كده هنجهز كل حاجه هنشتغل بيها قبل ما نشتغل في السكر، لان السكر مش بياخد معانا دقيقتين 3 على النار. معايا كده كوبايتين من السوداني المتقشر، انا شاريه متقشر جاهز كده. لو السوداني اللي عندك بالغلاف بتاعه بتدخليه النار، لكن مش بتسويه خالص لغايه لما اللون بتاعه ياخد لون. بتطلعيه كده تقشريه قبل ما بيكمل تسويه، وبيكون معانا بالشكل ده. هحطه كده في صينيه واحطه في الفرن علشان يكون ساخن. بعد ما بدخل السوداني بتاع الفرن علشان يكمل تحميص كده ويكون ساخن معايا، هجيب الكسرولة او الحله اللي هشتغل فيها واحط فيها كوبايه من الميه ونص كوبايه من العسل الجلوكوز. هو ده النوعيه اللي انا اشتغلت بيها. كمان هضيف عليهم تلت كوبايه من الميه بنفس الكوبايه اللي احنا مشتغلين بيها، حوالي تلت كوبايه من الميه. هرفع الخليط بتاعي كده على النار وعلى نار هاديه جدا. وكمان عايزه اقول لكم بديل عسل الجلوكوز هتضيفوا نص كوبايه من السكر، يبقى مقدار السكر هيكون كوبايه ونص بدل كوبايه، ومش هنضيف العسل الجلوكوز. في الخطوه دي هبدا كده ان انا اقلب بالراحه، مش عايزه السكر يطلع معايا على جوانب الحله او الكزرونه اللي شغاله فيها علشان ما يسكرش معايا. ده القوام بتاع العسل. بنحطه كده على النار، وطبعا بنكون مجهزين كل حاجه جنبنا. السوداني معايا في النار علشان عايزاه يكون ساخن، لان لو نزلنا بيه وهو بارد هيقفش كده معايا السكر وهيمسك على طول. اول ما السكر بتاعي يبدا يوصل كده لدرجه اللون الذهبي الفاتح، اول درجات اللون الذهبي بالشكل ده، بعمل له اختبار. بحط كده شويه صغيرين في شويه ميه من الحنفيه، وببدا ان انا اقطمهم كده، بلاقي السكر بيقطم معايا، وكمان السكر بيعمل معايا كوره صلبه كده ناشفه. هطفي النار على طول في المرحله دي، علشان لو سيبنا النار شغاله اكتر من كده هيتبوظ معانا السكر ويمرر معانا. هنزل عليه كده بالسوداني بتاعي، وطبعا مطلعاه من الفرن ساخن جدا. لازم كل حاجه نشتغل بيها تكون سخنه علشان العسل بتاعي ما يقفش كده، واعرف اشتغل كده وافرده بكل سهوله. مش هنحتاج النهارده لا ترمومتر ولا اي حاجه. هو مجرد ما يبدا السكر بتاعي يتحول كده العسل ويبدا ياخد اول درجات اللون الاصفر الذهبي الفاتح، بنزل عليه على طول بالسوداني. بقلبه تقلبتين 3 كده، بتاكد ان كل السوداني اتغلف معايا بالعسل. وبعد كده بنزل بالسوداني بتاعي في الصينيه اللي هشتغل فيها، او في العلبه اللي هتشتغلوا فيها، في اي حاجه هتفردوا فيها الفوليه بتاعتكم. في الوقت ده بقى خليكي سريعه شويه وكل حاجه تكون جاهزه جنبك، علشان السوداني بتاعنا او الفوليه بتاعتنا ما تقفش معانا قبل ما نفرد. والصينيه بتاعتي ما دهنتهاش زيت ولا اي حاجه. هبدا كده اجيب معلقه وادهنها دهنه بسيطه خالص من الزيت، وافرد بيها على طول السودانيه بتاعتي. بنزل بس كل السوداني اللي معايا علشان ما نهدرش ولا فتفوت. لو اشتغلنا كده بالمعلقه من غير ما ندهنها زيت، العسل بيشبط معايا كده ومش هعرف افردها. فهسيب المعلقه دي وهجيب معلقه تانية ادهنها دهنه بسيطه خالص من الزيت، وابدا ان انا افرد بيها السودانيه بتاعتي. تقدروا بقى تفردوها كده باي حاجه تكون تقيله معاكم، ممكن بالهراسه بتاعه الفول، او اي حاجه تقيله معاكم، او ايد الهون تقدروا تفردوا بيها كويس الفوليه معانا. بنفرد كده بتتفرد معانا بكل سهوله، لان السوداني احنا حاطينه وهو سخن، والعسل معانا كمان كان سخن، فما قفش معايا كده وجمد معايا. بنفرد كده بكل سهوله. لو عندكم حاجه تقيله هتكون اسهل معاكم خالص في الفرد. ولو عايزين نصيحتي، الصينيه اللي انا شغاله فيها النهارده هي اصغر صينيه في ال3 صواني اللي هم الطوال دول. هكتب لكم المقاس بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. هتفردوا فيها كل كميه السوداني علشان تطلع معاكم السمك بتاعها مش كبير قوي، هتكون السمك بتاعها متوسط، وكمان هيكون اكبر من السمك بتاع الفوليه اللي بنشتريها من بره. وهي لسه ساخنه كده هبدا ان انا اجيب سكينه واقطع كده الفوليه بتاعتي على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. عايزينه كبير عايزينه صغير، قطعوها زي ما تحبوا. وكمان السكينه اللي بقطع بيها النهارده دهنها دهنه بسيطه خالص كده من الزيت، علشان ما تلزقش معايا في العسل، لان طبعا لسه العسل دافي معايا فما بردش خالص. فطبعا هتحس ان هو بيلزق كده معاكم شويه في السكينه. فبندهنها كده دهنه بسيطه خالص من الزيت، وبنبدا ان احنا نقطع بيها. انا هكتفي كده بالاحجام اللي انا قطعتها دي. شايفين ما شاء الله الفوليه بتاعتي بتطلع معايا من الصينيه، وانا مش دهنه الصينيه دي زيت ولا اي حاجه. بتطلع معايا كده بكل سهوله، وهي لسه طريه ما جمدتش، يعني لسه انا شغاله فيها ما سبتهاش لغايه لما تبرد.
هحاول كده بس افصلهم عن بعض. هي لسه سخنه جدا، بس انا عايزه اوريكم ما شاء الله ان الفوليه بتاعتنا تماسكت كده ومش مفروله ولا اي حاجه ومتماسكه. طبعا هي لسه سخنه، لما نسيبها تبرد هوريكم النتيجه ان شاء الله بعد ما تبرد. شايفين ما شاء الله متماسكه كده وحلوه. هنسيبها بقى تبرد كده ساعه نص ساعه، ممكن تدخلوها التلاجة لو مستعجلين وتسيبوها كده لغايه لما تبرد. اول ما بنطلعها بتكون معانا ما شاء الله بالشكل ده. سامعين كده الصوت بتاعها؟ قطعها بقى القطع كده صغيرة، كانت احسن من القطع الكبيرة دي. القطعة الصغيرة كده عشان كل واحد ياخد قطعة كده، علشان ما نبوظ الدنيا كده والوزن بتاعنا يزيد. ما شاء الله اللهم بارك، بتعمل معايا كمية حلوة جدا من كوبايتين اتنين بس من السوداني. عايزة اقول لكم كمان حاجة، نفس الطريقة دي تقدروا تستخدموها في السمسمية وكمان في الحمصية وفي اللوزية وفي كل حلويات المولد اللي بتنعمل بالسكر او بنفس الشكل ده. اسمعوا معايا كده صوت قرمشة الفولية بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك، نفس الجاهزة واحسن كمان حاجة انت عاملاها في البيت، ضامنة جودتها وكمان ضامنة نظافتها. اشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.